في تشكيلة ريال مدريد. مهم جدا ويسن والظهير الايمن ارنولد الكسندر القادم من قلعة انفيلد، تيبو كورتوا، ارنولد في اليسار، كاريراس، ميليتاو وويسن في محور دفاع المرنجي، ثنائي الارتكاز فالفيردي شواميني، على اليمين المغربي ابراهيم دياز، في اليسار فينيسيوس عن طريق ارنولد، خطيرة العرضية الاولى وترجع من دفاعات بامبلونا، ينطلق عن طريق السهم الملتهب البرازيلي فينيسيوس، يتقدم جونيور، فيني يتقدم والدفاع يتصدى، والكرة في الاوت للحارس في موسم طويل. يتقدم المدريدية دياز، حط الكرة عن طريق كاريراس يشوط الكرة الاولى والكرة برا اوت وسط هات الهوري هنا من عشاق ومدرجات مدريد. لفريق اوساسونا وقت كان يدربهم خافيير كليمنتي، تيبو كورتوا تعمل تكريمه لمدريد وتاريخه في الكره الاسبانيه، تعمل 6 مارس 2002 سويسن، وفي الدفاع صدى فريق الاول اوساسونا بهدوء يلعب والخطا في الدفاع، صلح الحارس سيريرا، اللاعب من سرعة وكنترول ممتاز، يمشي بالكرة بظهره ولكن تسلل او ساعة. الملاحظة الاولى في قيمة طبعا لأنه في اليسار فما فينيسيوس، التركيز كبير من جهة اليسرى، كاريراس عن طريق كاريراس، حلوة الباس والدفاع والتماس، يمشي ابراهيم، حاط الكرة الريال ويسري يشوط كرة والحارس والمتابعة والدفاع امام دياز. اللمسة الأولى على المرمى، أول كرة كانت من الوافد الجديد فينيسيوس، فيني حط كرة ده ارد يلعب كرة طويلة تأخر باعتبار التزامات النتيجة الهدف، خطيرة بالراس وتكلم على دخول المواجهة والتعقيد على مدريد. اليمين عرضية خطيرة الراسية لمن للدفاع، ما زالت الإمكانية، ترجع مشي بالكرة فيني، عديه فيني الآن التوزيع، فيني جونيور وخطيرة والحارس وسالة سالة الكرة من كيليان مبابي. فرصة أولى متاحة للمرنجي او محاولة ثانية قوية من التوازن، اكيليبر بين اليمنى واليسرى، والكرة تمشي والتسديدة والكرة الركنية، حلوا مدريد في التسديدات، برافو إيدر ميليتاو. نعم الريال في بعد وهنا خطيرة والعرضية كانت الكرات الثابتة، سهل تعود توني كروس، كرة خطيرة وملعوبة ممتازة والحارس يتدخل، كرة تمشي عن طريق الحارس إيريرا. قوة اوساسونا مخلي المساحات ضيقة وكرة خطيرة وفيني وفرصة كبيرة، كيليان مبابي، كيليان يحاول يركنها، كانت قريبة من الركنة، كيليان مبابي كاد يسجل أول أهداف الموسم. ارنولد يعود الكرة برشا من ريال من اليمين، يمشي كيليان فما مسك، كرة طويلة والسلبي نقطة ضعفه في الدفاع، الكرة الثابتة ركنيات والمخالفات، كرة طويلة خطيرة ويسار، حتى الكرة صعبة جدا، ميليتاو ضربت في الدفاع، رجعت من دفاع والكرة ما زالت مدريدية، فيني حط الكرة بعيدة، ارنولد خطيرة بالراس. اوساسونا على بعد دقائق من انجاح الشوط الاول، التعادل ممكن والتقدم اكثر من ممكن، ولكن تسديدة راس الحربة، كرة بالتوزيع الان، عرضية ممتاز يلعب كرة ولكن دفاع بالراس، كاريراس ممتاز يشوط كرة والدفاع، ركنية ممكن، الكرة ويسري يشوط مرة أخرى ولكن بعيدة. قلت لكم اللاعب حل الثغرة، يرجع الدفاع وفيها ركنية أو فيها ضربة مرمى. يتدخل القوي الكاميروني، يضرب الدفاع اوف سايد، يتقدم كاريراس عايز كرة بالراس، وينو فرصة كبيرة للريال مدريد، فرصة كبيرة للميرينجي. سلبي 0-0، مبابي كان الاخطر ولكن افتقد اللمسة الأخيرة.
يساهم مساهمة مباشرة من أجل تحسين الأداء وتحسين الشكل وكذلك المنظومة. لو قلت لك ان ريال مدريد محتاج مدافع كمان والجمعة لا فعلا محتاج مدافع، لان يوسف ذكر عدد المدافعين. انا اقول لك كواليتي اللاعبين نفسه يا مشاري. في قبل كده في السابق الاربع مدافعين اللي كان عند ريال مدريد الوحيد اللي بيعرف يلعب كوره كارفاخال، يلعب كوره، بيلعب كوره. ودلوقتي الكوره الجديده زي ما انت شايف كل الفرق وكل المدربين بيبداوا كوره من الحارس مع المدافعين مع الاطراف، بيبداوا بشكل كويس في شكل. انما ما كانش بيحصل مع ريال مدريد. كان دايما كل ماتش بيطلع مين بطل الجزء الدفاعي، مين المنظومه الدفاعيه، مين كان بيطلع، مين كورتوا هو بطل المنظومه الدفاعيه. نتيجه ان فريق مستباح، فريق سيء، فريق ما بيعرفش يبدا كوره، يعني فدايما الكوره تتلعب طويله ترجع عليه. افهم من وجهه نظرك ان التحسينات الدفاعيه من اجل التحضير من الخلف الذي كان يفتقده ريال مدريد في الموسم السابق. الكواليتي نفسه بتاع المدافعين يا مشاري مختلف تماما. اللاعبين كلهم مهمين جدا، اضافه كويسه للفريق، تحسين وتعليه جوده اللعيبه اللي موجوده في خط الدفاع. لان انت الهجمه عمرها ما توصل للمهاجمين من خلال الكرات الطويله، بس لابد ان زي ما اغلب الفرق بتلعب. نعم، ذكرنا مشاهدينا الكرام ابرز الصفقات الجديده لريال مدريد، نذكركم كذلك بابرز الراحلين من ريال مدريد. الراحلين الثلاثه قد يكون ابرز اسم هو لوكا مودريتش. لا ننسى ان خرج من نادي كبير ريال مدريد وذهب الى نادي كبير ميلان والجمعه كذلك. طبعا مودريتش بنتكلم انه وصل ل 40 سنه، ولكن يعني بسبب الكواليتي والجوده السيئه اللي في وسط ملعب ريال مدريد كان يكمل تقدر تستفيد بيه. انما يعني عامل السن في وقت لازم يخرج. انما مودريتش بالنسبه لي علامه من علامات كره القدم في وسط الملعب في العالم يا مشاري. لاعب قدم كل شيء للفريق، لاعب عمره ما عمل مشكله مع ريال مدريد، قدم التزام فني وبدني وسلوكي داخل الفريق، نموذج لقائد فريق كبير بحجم ريال مدريد. انما انا مع يوسف ان الفريق محتاج لاعب وسط ملعب خلاق، لاعب بيعرف يخلق فرص، يعرف يقدم متعه للفريق من النوعيه مودريتش وكروس. لان ريال مدريد 90% من ماتشاته بيلعب في نص ملعب الفريق المنافس، فانت محتاج، عمرك ما هتوصل كل مباراه تكسب بالكره الطويله. المدافع يلعب الكره طويله على المهاجمين والمهاجمين يخبطوا في المدافعين بتوع الفرق المنافسه وكره عمر ريال مدريد ما يكسب كده. لازم شغل على الاطراف، لازم حد ممرر كويس من وسط الملعب. كل دي امور لابد ان هي تبقى متواجده في الفريق، وده ما كانش بيحصل. صحيح. اذا اتفق يوسف شيبو والجمعه ويتفق الجميع ان تحدي كبير لتشابي الونسو مدرب ريال مدريد الجديد في جولته الاولى مع ريال مدريد. دعونا نتابع معكم ماذا قال تحديدا قبل مواجهه اوساسونا. من النوعيه مودريتش وكروس، لان ريال مدريد 90% من ماتشاته بيلعب في نص ملعب الفريق المنافس، فانت محتاج، عمرك ما هتوصل كل مباراه تكسب بالكره الطويله. المدافع يلعب الكره طويله على المهاجمين والمهاجمين يخبطوا في المدافعين بتوع الفرق المنافسه وكره عمر ريال مدريد ما يكسب كده. لازم شغل على الاطراف، لازم حد ممرر كويس من وسط الملعب. كل دي